ممكن هندسه اعمل معاك التصميم، او اعمله مع اي شركه او مهندس معماري يعمل لي تصميم ملوش حل وانفذ انا، ايه المشكله؟ واوفر المهندس اللي هينفذ لي او اللي هيشرف لي، ايه الفرق يعني؟ زي بالظبط لما يكون عندك صداع وتخش على النت تكتب دواء، انا عايز دواء للصداع، مع انك ما شخصتش المشكله. انت ممكن تطلع نفس الشكل، طب انت عارف ايه اللي جوه الماتيريال دي؟ يعني انت عندك باريزه كهرباء، انت عارف توزيع الكهرباء طبقا للكود ولا لا؟ القطر بتاعها طبقا للكود ولا لا؟ غير خلطات التنفيذ بقى اللي هي ايه، يعني بتعرف تعد لحد كام. فانا عايز اقول لك على حاجه. انا امبارح كنت في معاينه في التجمع في فيلا. اه. عندي عميل في الشيخ زايد بسلمه فيلته، احنا الحمد لله بنفرش، يعني هنسلم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ان شاء الله. اخوه عنده فيلا في التجمع ستاند الون، تمام. جه معاه بيتفرج على الفيلا، عجبه الشغل، لفينا لفه مع بعض، فقال لي هندسه انا عندي فيلا في التجمع عايزين نكملها. انا بدات كده مع مقاول صاحبي، الراجل ده كان معايا من ابتدائي بيشيل شغل، قلت له مهندس، قال لي لا ده هو مقاول بس بعد ساعه معاه طاقه صناعيه ايه 10 على 10. دخلنا الفيلا نعمل معاينه. اول حاجه هي الفيلا طبعا بدروم وارضي واول وروف ستاند الون. اول حاجه اول لما بتخش من الباب عندك على اليمين في حمام ضيوف. حمام ضيوف مساحته متر 20 في متر 80، حمام بسيط جدا، قاعده وحوض. اول غلطه موجوده ان صرف الحوض معكوس. يعني ايه؟ المفروض لما بتعمل الحوض بتعمل ليه صرف، فالصرف ده بيبقى ليه ميول، الميول بتروح من الحوض للبيبه البلاعه. الصرف ده معكوس، يعني البلاعه هي اللي رايحه للحوض. طب ده يكتشفه امتى؟ بعد ما يخلص البورسلين، وبعد ما يقفل الحمام، وبعد ما يحط العفش، وبعد ما يسكن هيضطر ان هو يكسر عشان يحل المشكله. العزل في الحمام. العزل في الحمام احنا لما بنيجي نعزل بنعمل حاجه كده اسمها رقبه ازازه. رقبه الازازه دي ليه؟ عشان الالتقاء الافقي بالراسي دي نقطه ضعف، فلازم ان احنا نمنع نقطه الضعف ديت ونعمل حاجه اسمها رقبه ازازه علشان العزل يكون سليم. طبعا العميل قال له انا عايز عزل، قال له عينيا، السباك المحترم اللي شغال قال له عينيا حاضر، راح عزل له، قال له العزل اهو. طب العزل دوت كده معمول صح؟ لا غلط. هو كده استفاد ايه؟ ما استفادش حاجه. تعال نروح بقى لتوزيع العفش وتوزيع الفرنتشر اللي عنده. طبعا ممرات حركه صفر، ممرات حركه مش موجوده، غير بقى التاسيس الفريون الغلط، غير التاسيس الكهرباء اللي فيها مشاكل كتيره. ده وانا اكلمك كمان على ايه، على حاجات اللي احنا لسه ما طلعناش لتفاصيل التفاصيل. المشاكل كمان بتيجي في تفاصيل التفاصيل. احنا كده في المظهر العام اللي هو من غير ما نراجع نقطه نقطه ونراجع مسار مسار ونراجع كل حاجه، لا، الحاجه الظاهريه اللي هي الف ب معموله غلط. طب هو وفر؟ لا، هيضطر يعيد الشغل ده تاني من الاول تاني.